تصور تكون ناعس وملي تفيق تلقى المغرب كامل يتكلم على الصالير ديالك. قبل يومين تعرض الموقع ديال لا سينيسيس لعمليه اختراق وتم نشر مجموعه من المعطيات الشخصيه والاجره ديال 2 المليون شخص خدامين في 500 الف شركه. هذا الاختراق هذا حسب مجموعه من الجرائد الوطنيه والدوليه، وراه مجموعه جزائريه اللي اسست واحد المجموعه في واحد التطبيق بلا ما نذكروا اسمه، ولات كتنشر هذه المعلومات هذه الشخصيه. وبالرجوع الى اسم او رمز اول شخص نشر هذه الوثائق هذه كنلقاوه تونسي مقيم في المانيا وربما يتعامل مع جهه معاديه للمغرب، غالبا تكون الجزائر. طبعا بالرجوع الى هذا الرمز هذا غادي نلقاو ما هو الا محاوله لتضليل مسار الشخص الحقيقي اللي قام بعمليه التسريب. وإلا تبعنا هذا المسار هذا ما غاديش نعرفوا هذا الشخص اللي قام بعمليه التسريب سنين، ولكن الاشكال ماشي هنا. المشكل الحقيقي هو على انه ملي تسربات هذه المعطيات كنخرجوا نكذبوا. طبعا سواء كانت هذه المعلومات هذه صحيحه او خاطئه، هذه المعلومات المسربه هذه هذا ماشي هو المشكل. المشكل على انه المسؤوليه ثابته على هذه المؤسسات هذه اللي ما كتقومش بالحمايه الحقيقيه والتقنيه اللي نص عليها القانون. باش نفهموا الموضوع مزيان غادي نقول لكم واحد القضيه، هو على انه هذه المؤسسات العموميه وهذه الوزارات هذه كتخسر مجموعه من الاموال الطائله على تسويق صورة الوزارة أو صورة العمل ديال الوزارة والعمل ديال الحكومة دون أن تقوم بتأمين مثل هذه المعلومات ومثل هذه المواقع من عملية الاختراق. طبعا من الناحية القانونية غادي يتساءل واحد، غادي نقول له هذه القوانين هذه وهذه المسؤولية راه ثابتة، راه حماية المعطيات الشخصية في المغرب منظمة بالقانون 0908، وسواء كانت عملية الاختراق داخلية أو خارجية فالقانون راه يحتم على هذه المؤسسة هذه المسؤولية ويوقع عليها المسؤولية. كاين عندنا أيضا القانون 025 المتعلق بالأمن السيبراني واللي وضع مجموعة من القوانين المؤطرة لعمل هذه المؤسسات هذه وحمايتها من الاختراق. عندنا أيضا المادة 607 من مجموعة القانون الجنائي اللي كتنص على عقوبة ديال عملية الاختراق. المسؤولية ثابتة عند هذه المؤسسات هذه إسوة بالمؤسسات البنكية اللي عندها معطيات شخصية، واللي لا تعرض أي شخص لتسريب هذه المعطيات الخاصة به يمكن يمشي يقاضي هذه المؤسسات البنكيه. فنفس الشيء ايضا في هذه المؤسسات العموميه. هذه عمليات الاختراق طبعا ما كنشوفوهاش في الاجهزه في المؤسسات الدفاعيه والامنيه لانها مامنه بشكل جيد من الناحيه التقنيه، لانه كاين الحمايه القانونيه اللي قلت لكم القانون كينظمها، ولكن كاين ايضا هناك الحمايه التقنيه اللي يجب ان يتم تطويرها او كتتطور، لانه هاد المخترقين هادو كيطوروا الاليات، فالحمايه التقنيه ايضا يجب ان تتطور في نفس الوقت. ايضا القانون يجب ان يتطور. هذا الشيء طبعا هذه المؤسسات ما كتاخذوش بعين الاعتبار، وفتوقع عندنا في المؤسسات التعليميه تسريب مجموعه من المعطيات، ولكن